كتبوا كتابك يا نقاوة عيني، أحلى كلام بينك يا حلوة وبيني. جه اليوم اللي تكوني في حلالي، ما أنا أصلي طيب وأمي دعيالي. كتبوا كتابك بالقلم على الورقة، واللحظة دي في حياتي لحظة فارقة. حافظ التاريخ بالهجري والميلادي، ده من النهاردة يبقى عيد ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل فيما ورد عنه: الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إذ يقول في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذه الآية خير دليل على أن الله تبارك وتعالى حينما خلق السماوات والأرض وأراد أن يعملهما خلق آدم عليه السلام من لا شيء، ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون لآدم زوجة ليسكن إليها ويكون بينه وبينها مودة ورحمة وحسن معاملة وحسن معاشرة، فخلق من آدم حواء لتكون زوجة له. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يكون بين آدم وحواء ذرية في الأرض، فأعطى حواء أن يزوجها ذكر البطن الأولى الأنثى الثانية، وذكر البطن الثانية الأنثى الأولى حتى عمر الكون، ثم حرم زواج الإخوات وجعله محرما بيننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع. ولقد عرف علماؤنا الأجلاء أن المتاع هو كل شيء ينتفع به الإنسان في حياته، فالزوجة متاع، والولد متاع، والصحة متاع، وكل شيء ينتفع به الإنسان في حياته جعله الله متاعا له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا ذلك فقال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في عرضه وفي ماله وفي ولد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ذكر تداعبها وتداعبك؟ وقال صلوات الله وسلامه عليه: المداعبة نصف الحياة الزوجية. وخير دليل على ذلك مداعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين جميعا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج بكر غير أم المؤمنين عائشة، وكان يحبها حبا شديد، حتى كان إذا طغى على قلبه حب عائشة توجه بنظره إلى السماء ودعا ربه وقال: اللهم هذا حكمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فلما شعرت عائشة بحب رسول الله لها نزلت الغيرة في قلبها كبقية نساء العالمين، وقالت له: يا محمد، أريد منك أن تقول لي أمام أمهات المؤمنين جميعا: يا عائشة إني أحبك حبا شديدا. فماذا يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لنا جميعا؟ قال لها: يا عائشة، سوف أعطيك تمرة ثم أجمعكن جميعا وأقول لكن يا أمهات المؤمنين: من أعطيتها تمرة فإني أحبها حبا شديدا. ثم ذهب إلى كل واحدة من أمهات المؤمنين وأعطاها التمرة وقال له قولته، ثم نادى عليهن جميعا وقال لهن: يا أمهات المؤمنين،
من أعطيتها تمر فإني أحبها حبا شديد. ففرحت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن بحب رسول الله لهن. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر وصية له في حياته وقبل موته أوصانا بالنساء خيرا وإحسانا وحسن معاملة وحسن معاشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال المرأة وعوجاجها ونقصانها دينا وعقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهن خير، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خير فإنهن خلقن من ضلع أعوج إذا أردت أن تعدله انكسر. هكذا أوصانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي أوصانا بالنساء فقد أوصى النساء بالرجال. قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد لزوجها. والمراد بالسجود في حديث رسول الله هو طاعة الزوجة لزوجها في جميع أوامره إن لم يكن في أمره معصية لله تبارك وتعالى. وقد أوصانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نختار لأولادنا البنات، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا لتقي، والتقي هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى في أوامره، هو الذي يعلم أن الله مطلع عليه، هو الذي يستحي أن يراه الله على معصية. فإن التقي هذا إن أحب ابنتك نداها بأفضل الأسماء التي تتمنى أن تسمعها في حياتها، وإن كرهها فخذها من يدها وأتى بها إليك في بيتك، كما فعل أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي أوصانا أن نختار لأولادنا البنات فقد أوصانا أيضا أن نختار لأولادنا الذكور، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرء الأربعة لنسبها وحسبها وجمالها. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ليعلم جميعا أن المال والحسب والنسب والجمال أمور لا تستقر ولا تستمر، فكم من غني أصبح فقير، وكم من فقير أصبح غني، وكم من صحيح أصبح عليل، وكم من عليل أصبح صحيح، وكم من صاحب جاه وسلطان وأصبح لا يمتلك من الجاه والسلطان شيء. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه قال: ولدينها فاظفر بذات الدين، أي اختار المرأة المؤمنة، المرأة التقية، المرأة الورعة التي تحافظ عليك وعلى آل بيتك وتربي أولادك على كتاب الله وسنة رسول الله، وتقول لك في كل يوم وأنت تخرج إلى عملك: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كانت له ابنة واحدة قالت له ذات يوم: يا أبتي لقد قرأت كتاب الحق تبارك وتعالى وتدبرت جميع ما فيه من آيات آية إلا آية واحدة، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. فعلمت أن حسنة الآخرة الجنة فما حسنة الدنيا. فقال الإمام أحمد لابنتي: يا بنيتي حسنة الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في عرضه وفي ماله وفي ولده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهل بكم يوم القيامة. كلوا مع جميعا نستغفر الله العظيم. أسألك يا الله يا رب العرش العظيم أن تجمع بينهما في خير، وأن تجنبهما الشيطان وتجنب الشيطان عنهما، وأن ترزقهم الذرية الصالحة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم بالخير وجزاكم صالحا. مبروك يا شيخ. يا شيخ مبروك. بالباش والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. على صدق الخير. على لا حد يصلي العظيم. فيما استغفرت الله العظيم. السلام عليكم. على صوت عم مريم أحمد محمود عبد الله أمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعلى الصداق المسمى بيننا والله وكيل وشهيد على ما أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن استخرت الله العظيم وزوجتك يا سيد عبد السلام بن موسى البريد ابنتي وموكلتي البكر البالغ العاقل الرشيد الأنسي مريم أحمد محمود عبد الله أمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعلى الصداق المسمى بيننا والله وكيل وشهيد على ما أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن استخرت الله العظيم وعاهدك يا عم أحمد يا محمود عبد الله أمين أن أعامل ابنتك وموكلتك البكر البالغ العاقل الرشيد الأنسي مريم أحمد محمود عبد الله أمين معاملة حسنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وعاهد الله العظيم وعاهد الله العظيم والحاضرين أن تعاملها معاملة إسلامية والله وكيل وشهيد على ما أقول. انا بق زغروطة ما فيش. يا حيوان. كتبوا كتابك يا نقاوة عيني، أحلى كلام بينك يا حلوة